أطيب كيكة اسفنجية بالفواكه. نبلش بالكيكة، نخفق البيض والشكر والفانيلا والخل، وبس تنفش شوية نشيلها من الخلاط وندير المكونات الجافة بعد ما ننخلها والحليب ونخبطهم بالإيد. ندهن القالب، استعملت قالب التارت المجوف، دهنته بزيت وطحين ودرت خليط الكيك وبالفرن لمدة 20 دقيقة على درجة حرارة 180. وبين ما تجهز الكيكة راح نحضر البيستري كريم. ندير الحليب والشكر والبيض والطحين والفانيلا ونخلطهم على البارد، بعدين نحطهم على النار بس تدخن شوية، نطفي النار ونضيف القشطة ونديرها بكاسة ونغطيها ونتركها تبرد. نقلب الكيكة ونجيب عصير برتقالي اليوم، نزرفها بالشطل ونغرقها بالعصير ونضيف البيستري كريم اللي حضرناه. آخر شي كل واحد يحط الفواكه اللي يحبها، أني أحب أحط كل أنواع البريز. إيش عندكم فواكه بالثلاجة طلعوها وحطوها، يمكن نديرها دير أسهل. جبت جيلاتين شفاف وذوبته بمي حار ومسحت بيه كل الفواكه، ينطيها لمعة كلش حلوة. نحطها بالثلاجة تبرد وثاني يوم نطلعها ونقدمها، ويلا نشوف شنو طعمها راح يطلع. طعمها بين الترايفل وبين التارت، يخبل.